الله وبركاته. النهارده يا جماعة هقدم لكم الجعمور. دي نبتة صحراوية بتطلع في الصحراء. ربانية، مش زرع، مش إنسان بيزرعها. دي حاجة كده من عند الله. النبتة ديت بتتاكل. لو واحد في صحراء تاه في صحراء ملقاش أكل، ملقاش مية، فيها نسبة مية وفيها نسبة حديد عالية وفيها نسبة مغنيسيوم، ونبتة صحية جدا، وبياكلوها البدو في الصحراء، واي حد اي زائر في الصحراء ممكن ياكلها عادي. مش مادة سامة، لا مادة كويسة ومادة فيها معادن كتير. وبتتقشر بالطريقة دي، بتضم دول وتضم الشوية اللي في دول، بس خلي بالك لان فيها شوك ممكن يعورك، وتضم الشوية دول كده وبتمسك منهم وتبدأ تقشر ايه، تبدأ تقشر كده. ومش عايزين الضمه ليه. هي شديدة شوية بس خلي بالك لانها كلها شوك. دي شوكتها مفتحة شوية، ممكن نمسك من دي وتضم كل ده كده، تبدأ ايه تقشر، تقشر معاك خالص عادي. تقشر، يفضل ده تقشر من تحت لفوق، زي ما قلت لك خلي بالك لان كلها شوك. فضلا وليس امرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. واللي شاف الجعمول ده قبل كده يكتب لنا تعليق شافه فين وكله طعمه عجبه ولا لا، ونستكمل الفيديو. طريقة معايا يا التقشير. جماعة طريقة التقشير بتاعته. تقشر كده زي ما قلت لك، الشوك بتاعه هامي جدا فانت خلي بالك. قربنا نخلص يا مسهل الحال. تمسك من الحتة اللي تحت دي كده، تبدأ تشد ايه كبير كده معاك، بيطلع بسهولة. بس خلي بالك ان الشوكة بتاعته حامية، الشوكة بتاعته حادة جدا. تقشر معاك بكل سلاسة. وضح كده الكاميرا. لو شلت ده هيظهر لك حاجة ايه زي نظام وردة كده اهوت. شوف الجمال. الوردة دي اللي بتتاكل؟ لا طبعا، تحتها على طول. ممكن تتاكل بس بتوجع الحلق وبتوجع الصدور نفسه، فبتتشال عادي. بتتقشر برضو زي القشر اللي احنا قشرناه، شيلها خالص. عشان الفيديو ما يطولش عليكم. ممكن تشيلها ببقك بس ايه، انا هعملها واوريكم تاني. دي اللي بتتاكل، هقشرها وارجع تاني. طبعا يا جماعة الثمار ده من شدة الحديد اللي فيها، هي فيها نسبة حديد عالية جدا ومغنيسيوم، فهي دي اللي بتتاكل. من جوه عاملة زي البيضة. طعمها مش أحلى حاجة بس قريب من البتنجان. بس طبعا لها فوائد كبيرة جدا صحية. جدا، لا فوائد كبيرة جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.